الدنيا زحمة، زحمة من الأفكار، زحمة من الناس، زحمة في كل حتة. في وسط الشوارع وزحمتها صعب تلاقي أشخاص حقيقيين متمسكين لسه بأفكارهم وبأي شيء بيحبوه. فلحسن حظي قابلت أستاذ ميمي، مكان خاص بجميع محبين الأنتيكات وكل ما له قيمة وكل ما له أصالة. النهاردة مع أستاذ ميمي. كله تمام الحمد لله. احنا عندنا معرض انتيكات ومسجلين 12 حلقه في التلفزيون في الام بي سي مع عمرو اديب، واخدين جائزه من وزاره الثقافه بانه اكبر محل انتيكات ونجف في سوق الجمعه، 550 نجفه. جولة بقى أستاذ ميمي نشوف اتفضل الصرح الجميل اللي عندنا ده. اتفضل. من اول 100 جنيه لحد 30,000 عندنا. نعتبر انا الوحيد في مصر اخذ حاجه خالد الملك فاروق. خالد الملك فاروق اللي هو مظلوم باشا، فدي من ضمن مقتنيات خالد الملك، الحاجات بتاعت الحرب العالميه الاولى والثانيه، وجهاز حرب عالميه اولى ده بعيار 9. طلعت باشا حرب، مصور الملك فؤاد اسمه رمسيس هو اللي مصوره. 30 مختومه اهي، اهي تحت 37. حضرتك تحكي لنا بقى قصة الصورة دي. والله انا كنت بطل مصر مع بطل تركيا هنا في الكونغ فو، اللي هو القتال الصيني الحر. كان محرم دوليا ومردوش يعني يستمروا فيه لان بيحصل فيه قتال بجد يعني. دي هنا صوري بقى في فرنسا، ده المحل عندي في اتينا في اليونان، ودي هنا في تركيا في الفيكي تقاسيم، في الفيكي تقاسيم في تركيا. ده تقسيم صح؟ وده هنا في المنيون فرنسا. واو، استاذ ميمي لف في الدنيا دولي. وهنا في ايطاليا ما شاء الله استاذ ميمي. وهنا في الباركس فرنسا كده احنا وهنا مع بعض بقى. هنا في روسيا اللغه الروسيه اهي. ده اللغه الروسيه هنا. يعني احنا كده نقدر نقول من اول اليونان. لا انا رحت 9 دول، هم اليونان طبعا فيها بيتي ومحلي دلوقتي. رحت ايطاليا والبانيا ورومانيا وتركيا ومالطا وقبرص. اسمي محمد احمد منصور مصطفى باشا التوسيلي، فانا اصلا تركي. جدي اللي هو مصطفى باشا التوسيلي. نبع حبي للانتيكات من عندنا من البيت، من كثره الانتيكات هناك في البيت. كانت والدتي برضو بتحب الانتيكات، فانا ورثت ده عن الوالده بعد وفاه الاب يعني. بريق حرب اكتوبر. ده بتاع بريق حرب اكتوبر بتاع جندي. دي خوذه حرب عالميه اولى، دي كده بقى لها 100 سنه واكثر كمان، يعني بقى لها 100 تقيله جدا، 115 سنه. دي الماني غربي، بتاع جندي الماني غربي. ده البرواز بتاع عشماوي اللي هو اعدم رايه وسكينه. دي الصوره الاصليه بتاعته، بتاعت عشماوي اللي هو اعدم رايه وسكينه. دي كده بقى لها فوق ال 120 سنه تقريبا. الراجل ده راجل خير، وطول ما احنا عطشانين الراجل ده بيشربنا وزي الفل، وربنا يجعله في ميزان حسناته. ربنا يخليك يا عم ميمي. انا كل جمعه في السوق الراجل ده حنين علينا، ربنا يكرمك. الحادث